يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى متابعين. النهارده هنعمل مع بعض البتنجان المخلل، وكمان هنخلي الكوسه والطماطم. اكله حرشه بتفتح النفس، بتتاكل مع الاكلات الشعبيه، فول وطعميه، بطاطس محمره، عدس، كشري، وانواع كتير من الاكلات. هنعملها بطريقه حلوه جدا بتتبيله جباره اللي بتخلي طعمه في منتهى الجمال والطعامه. يلا نسمي اللي وصلى على الرسول ونشوف هنعمل ايه. عندي الكبه هحط فيها معلقه توم مفروم كبيره او نص راس توم. هحط كمان فنجان صغير من الخل، فنجان صغير من عصير الليمون، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره من الملح. وعندي هنا بقى فلفل مقطعاه بالشكل ده حوالي 8 كيلو. استخدمت فلفل احمر وفلفل اخضر حامي وبارد. هنزل بيهم في الكبه وافرمهم مع بعض فرمه حلوه كده. شايفين بعد ما اتفرموا؟ شايفين الجمال؟ الوانها تحفه، تتبيله في منتهى الروعه. هنحشي بيها، واللي هيتبقى هنشيله في الفريزر نستعمله في اي مخللات تاني او في تتبيله السمك. عندي بتنجان عروس وفلفل رومي وحامي، وعندي كوسه مقطعاها بالشكل ده. شلت العرش اللي بيبقى على البتنجانه من فوق وهنشقها بالطول بالشكل ده، وكمان الفلفل هنشقه برضو علشان ما يفرقعش لا قدر الله في وشنا وهو في الزيت. في طاسه على نار متوسطه هحط شويه حلوين كده من الزيت واسيبهم لما يسخنوا. بعد كده هنزل بالبتنجان والفلفل وهنحمرهم بالشكل ده لمده دقيقتين كده، وبعد كده هنقلبهم على الجنب التاني. اعرف ازاي ان البتنجان اتحمر واستوى؟ لما تلاقي مقدمه البتنجان اللي كانت بيضه اتحمرت بالشكل ده. شايفين لونها؟ دي اللي كانت بيضه بقت لونها ذهبي حلو اهو. كده خلاص البتنجان بتاعنا يبقى استوى تمام. هنطلعه بقى على مناديل ورق، وبعد كده هنزل بالكوسه هنحمرها بالشكل ده. شايفين شكلها ذهبي كده خفيف، وخلاص كده هي كمان استوت. نجيب بقى البتنجان بتاعنا وهنفتحه كده من بعضه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، طبعا وهو سخن علشان يشرب من التتبيله ويبقى حلو وطعم. تمام. بعد كده هنحشيه بالشكل دوت. تمام كده. شايفين شكل الوان التتبيله في منتهى الجمال. هجيب بقى الكوسه بتاعتنا وهنحط عليها برده شويه من التتبيله الحلوه ديت، ونبتدي نقلبها بالشكل ده. على فكره الكوسه بتبقى حلوه قوي قوي في التخليل، بتبقى طعمها رهيب. هنحشي كمان بقى الطماطم. عندي 3 حبات من الطماطم. بجيب الحبايه الطماطم واشيل الجزء اللي فوق دوت. وبعد كده بشقها كام شقه كده بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بنحشيها بالشكل ده. نعمل حبايه طماطم كمان اهو زي ما انتم شايفين كده. طريقه سهله وبسيطه وفي منتهى الجمال، وطعم المخللات دي بتبقى رهيبه، والتتبيله بصراحه جباره. وده شكل الطبق بتاعنا الجميل بعد ما خلص وبقى جاهز معانا. شايفين؟ تحفه، شكله روعه. عملناه بكل بساطه، طعمه في منتهى الجمال، وعملنا التتبيله بتاعته الرهيبه اللي بتخلي طعمه احلى واحلى. شايفين الجمال؟ حاجه كده تفتح النفس. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.